شباب، عاملين ايه؟ طبعا الكلام واضح من العنوان اللي انا كاتبه على الفيديو. هو ليه أسرة مسلسل ضايع اللي اتصور في رمضان اللي فات كذبوا علينا؟ مسلسل ضايع ما اتصورش في سويسرا، اتصور في جورجيا. هما ليه ما قالوش الحقيقة؟ هل فكرك هتفرق مع المشاهد هما صوروا فين؟ احنا كمشاهدين هيفرق معانا بس المحتوى الجيد اللي احنا هنتفرج عليه. بس لما تكرر أسرة المسلسل اللي هي تكذب على المشاهدين، ساعتها هيفرق معانا جامد قوي. تعالوا نشوفوا مع بعض هما ضحكوا علينا ازاي. شايفين؟ هما كاتبين ان ده مطار زيورخ. ده مش مطار زيورخ، ده مطار تبليسي الدولي اللي هو في جورجيا. هي مش سويسرا، دي العاصمة الجورجية تبليسي، وده شارع روستافيلي. تعالوا كده نشوف العربية دي عليها رقم جورجي، وأول حرف منها GE اللي هي جورجيا. كواحد عايش في جورجيا 5 سنين والشغل بتاعي هناك وعندي شركة سياحة هناك وعارف البلد كلها طبعا، وشفت أسرة المسلسل وهي بتصور هناك. بعد ما اتفرجت على جزء من المسلسل في الأول وشفت قد ايه هما كانوا بيكدبوا علينا، بعت رسالة للمخرج عمرو سلامة على الفيسبوك، قلت له انتوا ليه عملتوا كده وايه الدافع؟ فهو مردش عليا وعمل لي بلوك اساسا. عاوز اقول للفنان عمرو يوسف والمخرج عمرو سلامة وكل اللي شارك في الكذبة الكبيرة دي كلها، الفنان اخلاق، ولازم يبقى بينك وبين جمهورك صراحة. لازم تكون صريح مع جمهورك. مش انتوا بس اللي بتسافروا، ومش انتوا بس الناس الجامدة اللي في البلد، ومش انتوا بس اللي بتركبوا طيارات. احنا اللي عملناكوا وانتوا بدوننا لا شيء. لحد دلوقتي انا مش متخيل ليه هم عملوا كده. انا بعد الحلقة رقم 10 قطعت المسلسل. انا مش هتفرج على حد بيكذب عليا. اكتب يا عم ان انت صورت في جورجيا، او ما تكتبش خالص. عاوز اعرف مالها جورجيا. جورجيا دولة جميلة وفي مصريين كتير عايشين هنا. اللي ما شافش الفيديو بتاع جورجيا اللي انا صورته بالدرون، هحط لكم اللينك دلوقتي، ادخلوا اتفرجوا عليه وشوفوا جمال البلد عامل ازاي. وفي اخر الفيديو ده هحط لكم صور انا مصورها بنفسي. عمرو سلامة المخرج الجميل اللي عمل لي بلوك، انت شايف نفسك جامد دلوقتي؟ انا لحد دلوقتي مش فاهم ايه وجهة النظر انك تضحك علينا. ده مش ذكاء مخرج ولا ذكاء منتج ولا ذكاء فنان، ده استخفاف بعقل المشاهدين، مش اكتر ولا اقل من كده. مش قادر افهم برضو ليه ما كتبتوش جورجيا، او ليه ما كتبتوش خالص. محمد رجب طلع صور الفيلم بتاعه اللي هو صابر جوجل في جورجيا. مسلسل خرم إبرة اللي هو بتاع عمرو سعد اتصور في جورجيا بس، والناس كتبت. انتوا بقى ايه دماغكم؟ انا مش فاهم. انا عموما خلصت كلامي وما عنديش كلام تاني اقوله، وحبيت اوضح للناس الحقيقة، وحبيت الكل يعرف ان اسرة المسلسل ضحكوا علينا. سلام يا شباب.